يحكى أن تاجرا غنيا وهبه الله ولدين آية في الذكاء واللطف، أما زوجته فكانت سيدة حكيمة عاقلة تؤدي فروض ربها. وفي يوم مرض التاجر مرضا خطيرا ولم يفلح الأطباء في شفائه، ولما أحس الرجل بدنو أجله نادى زوجته وقال لها: أيتها المرأة الطيبة، سأموت قريبا، إنني أحس بذلك، سأموت وولدي الصغير في 6 من عمره، وأخاف بعد موتي أن تتزوجي رجلا لا يحسن معاملة أولادي، فهل تعاهدينني على عدم الزواج حتى يكبر الولدان؟ وأنا سأجعل المال في يدك والوصاية لك عليه. فعاهدته المرأة على هذا، ولم تمض أيام حتى مات، وكانت ثروته كبيرة وأعماله واسعة. فحاول التجار وأقارب الرجل أن تترك الزوجة الوصاية، لكن شيخ التجار قال: ما دامت المرأة عاقلة فإن من حقها الوصاية. وتحملت المرأة مسؤولية الأعمال وحفظت الأموال ورعت تجارة زوجها، فنمت وازدهرت وأحسنت تربية ولديها، وكانت تبيت الليل ساهرة تصلي إلى وقت متأخر. وزاد طمع التجار وأراد أحدهم أن يتزوجها، فأرسل إليها إحدى قريباته لتخطبها له، وبين لها أن كل غرضها أن يرعى أولاد صاحبه وأنه لا يطمع في الأموال، لكن الزوجة رفضت. وتقدم تاجر آخر ورفضته كذلك، وظلت ترفض الواحد بعد الآخر حتى تأكد التجار أنها لا تريد الزواج. ومضت 3 سنوات والمرأة وفية بعهدها، لكن أحد التجار وكان أكثرهم طمعا دبر خطة، فقد كانت هناك عصابة من 10 لصوص وزعيمهم. كانت هذه العصابة يخشاها كل التجار ويدفعون رشوة لزعيمها لكي يتجنبوا أذاها، وكان زوج المرأة يدفع كذلك بدوره، لكن الزوجة رفضت أن تدفع للعصابة بعد أن مات زوجها، فتركوها دون أن يهتموا بأمرها. فذهب التاجر إلى زعيم العصابة وقال له: إنني واثق من أن هذه المرأة عندها من المال الشيء الوفير، فأريد أن تسرقها، وعندئذ سترضى أن تتزوج بي، فطالما هي تشعر أنها غنية فسترفض الزواج. ففرح زعيم العصابة وقرر سرقة المرأة. وفي منتصف الليل كان اللصوص 10 وزعيمهم قد صعدوا إلى سطح المنزل، فشعرت المرأة بهم، وكانت قائمة تصلي في غرفة نومها وبجانبها ولداها، فارتبكت وبكت، وتوجهت إلى الله تعالى وقالت: إنني يا رب امرأة مسكينة، ساعدني يا رب، والهمني الحيلة لأتغلب على اللصوص. قرأت الفاتحة، وحين انتهت من قراءتها أيقظت ولديها وأفهمتهما أن في المنزل لصوصا فوق السطح وأنهم كثيرون، فخاف الولدان وشرعا في البكاء، لكنها طمأنت خاطريهما وبنت فيهما الشجاعة، وقالت لهما: سأقعد أمام باب الغرفة وأسألكما: هل نمتما؟ فأجيباني: لا، لم ننم. وسأسألكما عن السبب، فأجيباني: لأننا نريد منك أن تحكي لنا حكاية. وكان اللصوص يرغبون في سرقة الأموال دون ضوضاء أو ضجيج، فنظروا إلى داخل الدار فوجدوا الضوء في غرفة المرأة، وسمعوها تقول: هل نمتما يا ابني؟ فجاب الولدان: لا، لم ننم بعد يا أماه. فسألت المرأة: ولماذا لم تناموا؟ فرد الولدان: لأننا نريد أن نسمع منك حكاية. فقال زعيم اللصوص لعصابته: إن المرأة مستيقظة ولم تنم بعد. وسمع المرأة تقول: سأحكي لكما حكاية عن أبيكما قبل أن يعمل تاجرا.